الكتاب ده لازم كل رائد اعمال يقراه، لان بيرد على حاجتين مهمين احنا بنقولهم لنفسنا: هل انا بفكر صح؟ هل انا ماشي صح؟ في طريقنا في فكره انشاء الستارت اب، من اول الفكره لحد ما ان احنا نكون بنطلع ايرادات ونبقى شركه رسميه وشركه مستقره، بنسال دايما السؤالين دول: انا بفكر صح؟ انا ماشي صح؟ والكتاب ده بيرد على السؤالين دول. اول جزء بيتكلم عن العقليه، بمعنى المفروض تفكر ازاي وهل انت بتفكر صح ولا لا. والجزء الثاني بيتكلم عن الرحله من اول نقطه الفكره لحد نقطه ال... انك توصل لفكره ان الشركه تكون شركه مستقره. والجزء الثالث بيدمج بين الاثنين. وكمان ده اللي عامله اللي هو مدرب مصري اشتغل مع شركات ناشئه كتير ووصلت للاستقرار. طبعا الشركات الناشئه انا لاحظت انهم موجودين في الكتاب كل ده. وفي نفس الوقت هو طبعا مدرب هاني نجيب. وبجد الكتاب ده انا خلصته في 3 ايام، يعني انا بجد حرفيا اللي هو كنت فين من زمان، بمعنى ان انا بادئ في ستارت اب زي ما انتم عارفين. والكتاب ده بجد كان عامل زي اللي هو الكشاف اللي كشفت بيه نقط ضعف كتير عندي، وبدات اعالجها واحل المشاكل اللي عندي. وبجد بجد بجد انصح بيه. ولو انت طبعا عندك مشكله في الانجليزي، فالكتاب في الفتره الجايه هتوفر باللغه العربيه. وفي نفس الوقت برضو لو انت بجد عندك الحماس وانا عارف الشغف بتاع بقى اللي هو يلا انا عايز من فكره اعمل شركه والكلام ده، فترجمه يعني، فاهم؟ لان انا مش عارف طبعا هينزل بعد كام شهر. فاعمل زي انا على فكره ما بعرفش انجليزي كويس، ولكن اللي هو ايه، انا فاهم الحماسي حرفيا 3 ايام، ولما الامتحانات كنت خلصت فيهم بس. والكتاب بجد 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 هيفرق معاكم جدا. وبس كده، يلا سلام.